انت لي انا وبس. اي نعم انت عشيقتي، بس انا قلت لك ماضيك قوم وانا قوم، من عهد معرفتك ما اسمحلكش ان تخونيني مع حد. قالت له ده انت عشيقي، هو انت جوزي؟ قال لها انا قلت لك وخلاص، وان ثبت عليك الخيانة دي هتعرف شغلك. بالفعل ثبت عليها الخيانة اللي هو عشيقها. يبقى راح غيبها من الدنيا بكذا طعنة في أجزاء متفرقة من الجسم. وبعدين بقى اللي حصل، تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث. تقديم أشرف فاروق. جرت أحداث هذه الحلقة بحي الخليفة القاهرة. شاب اتعرف على فتاة، بدأ يشتغلوا مع بعض شغلية العاشق والعشيق. بدأ يروح لها الشقة، عمل معاها الغلط. من هنا اتفق معاها، قال لها من ساعة ما عرفتك ماضيك قوم وانا قوم. انا عشيق اي نعم مش جوزك، بس القديم عليها الرديم، ما تعرفش حد خالص لان انا بغير عليك. واتفقوا على هذا المبدأ. بدأ يتحسس امرها ويراقبها، لقيها ان هي بتخونه مع كذا شاب تاني. يبقى راح لها في اليوم ده على كأنه مفيش حاجة خالص، ودخل عليها بعد ما جردها من ملابسها وعراها تماما. وبدأ يقول لها بقى كيت وكيت وكيت، وانا قلت لك. قالت له انت مش جوزي، ده انت عشيق، حيالله عشيق، هو انت جوزي؟ قال لها بس انا شرطت عليك، انا بغير عليك. كلمة من دي وكلمة من دي اتلاسنوا مع بعض، اتناقشوا مع بعض، مشادات كلامية مع بعض. لما احتدم الخلاف بينهم والكلام كالنار، كلما قل فزال وكلما زاد ازداد اشتعال. راح جاب آلة حادة سكين من المطبخ ودور الطعن فيها، طعنها لأكثر من 13 طعنة يا سادة، في أجزاء متفرقة من الجسد، ما أرداها قتيلة في الحال، وسابها عريانة متجردة من الملابس تماما، واتكل على الله وقال يا فقيه. من هنا الجيران استغيبوا الست دي، لها يوم اتنين ما بتطلعش. يبقى راحوا بلغوا المباحث. المباحث جابت قوة أمنية وإذن نيابة بضبط وإحضار، أو يعني يعرفوا مكان هذه السيدة ويشوفوا الدنيا فيها. راحوا يخبطوا، محدش رد. فتحوا الباب كسروه، لقوا الست دي متجردة تماما من الملابس ومطعونة. حضروا البحث الجنائي والطب الشرعي ومحقق النيابة والأدلة الجنائية. الطبيب الشرعي بعد ما تم نقل هذه السيدة إلى ثلاجة حفظ الموتى والصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي، قال إن السيدة دي متلقية أكثر من 13 طعنة بأجزاء متفرقة من الجسد. بدأوا يسألوا الجيران مين اللي بيتردد على هذه السيدة. اتحررت المباحث، أثبتت قبل ما يسألوا الجيران إن السيدة دي مسجلة أدب. بسؤال الجيران قالوا إنه كان بيتردد عليها أشخاص كثيرين، كذا شخص. بدأوا يضيقوا أو يكتروا من التحريات وخلاف ذلك، لحد ما عرفوا الجاني إنه آخر واحد دخل لها. عرفوه إنه مسجل خطر ومدمن مخدرات وعاطل، هو اللي دخل. المهم مسكوه، عرفوا محل سكنه وإقامته ومسكوه. هناك اعترف، قال ده أنا شردت عليها، قلت لها أنا من عهد معرفتك مش عايز حد تاني يعرفك وأنا بغير عليك، أنت عشيقتي وأنا بغير عليك. عرفت إنها ماشية مع كذا واحد وما تابتش، عشان كده موتها وأنا مش ندمان. خد 4 أيام، هياخد 15 45 إحالة للجلسة، لأن ده قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. لما مشي عندها كان بيبات لها النية. الدروس المستفادة من مثل هذه الحكاية والقصة، بعد ما تصلوا على رسول الله وتدعمونا بالإعجاب وتشتركوا في قناتنا المتواضعة، قناة الإعلامي أشرف فاروق على اليوتيوب، علشان يصلكم كل جديد، وتشيروا هذا الفيديو. إن في حاجة النهاردة، أول درس مستفاد، إن هو وفي حاجة، في عشيق له عهد ولا وعد؟ إن العشيق لا له عهد ولا وعد. ده راجل بيقول لها أنا عشيقك ومش عايز، طالما أنا عشيقك
أعرف عنك حاجة وحشة. طب ما هي لو مراتك ماشي، لكن ده أنت عشيقها، ما هي زي ما تعمل معاك كده هتعمل مع غيرك كده. لكن دي لو زوجتك على سنة الله ورسوله، اشرط عليها براحتك وحرصها براحتك، لكن دي عشيقتك، هم يضحك وهم يبكي. علشان كده قالت له ده أنت عشيق، حي الله عشيق. وعرف الناس بعدين، كان الفجاعة الكبرى إنه تخلص منها. طب وأنت تعرف عليها لا والكلام ده كله لا؟ أنت بقى لو ناصح ولا تعرف ربنا كنت اتجوزتها وتوبت عن اللي هي فيه، وبعدين كانت هي هتتوب بفضل الله وإذن الله ومنته. لكن أنت أول تبقى عشيقها وتعمل معاها الغلط وتقول لها أنا بغير عليك ومش عايز حد يعرف كلانا، هو ده الغلط ذات نفسه. وادي مشية الآخر، وادي آخرة المشي البطال وقلة الحياة وقلة الكرامة. لأن كان زمان يقولوا امشي عدل يحتار عدوك فيه. الواحدة لما تمشي على سنة الله ورسوله وتتجوز، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لكن المشي البطال والمشي الشمال هو آخرته سواد وقتل وقتال وظلام. والقصص احنا بطلنا من سرد مثل هذه الحكايات والقصص المدمية المؤلمة التي يعني في الآخر خالص بترجع للقتل والقتال. زي قصة مثلا سفاح التجمع، كان بيستدرج البنات الليل وياخدهم ويعمل معاهم الغلط، وفي الآخر يموتهم ويرميهم من العربية عراية في الصحراء. يبقى إذن عفة البنت وشرفها، والمرأة شرفها في كرامتها وتحصين جسدها من الذئاب الضارية. والشاب ولا الراجل ما يبصش على حرمته، لأن النهاردة أصون عرضي ولو بالمال أفديه، لأنه ليس بعد العرض من شيء يوازيه. ومن يزن في بيت ب2000 درهم يزن في بيته بغير الدرهم. دمتم في أمان الله.